السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة بعيد عن الاكل روتين الاكل. قلنا بقى ندلع نفسنا شوية كده نعمل حاجة مفيدة. طبعا قشر الرمان، قشر الرمان الناس كتير بترميه. قشر الرمان ده ليه فوائد كتيرة جدا. انا نشفته. هو طبعا الايام دي مفيش رمان بس انا كنت منشفاه. نشفته عندي وبعدين نشفته. وهنعمل بيه حاجة جميلة جدا بنعملها بره بتكلفنا مصاريف كتيرة. فلما هنعملها في البيت هتكون موفرة. زي ما انت شايفة كده جبنا قشر الرمان حطيناه في مية. المية دي بتكون سخنة شوية او مغلية حسب يعني او مية ساقعة. وهنجيب قشر البصل هو كمان، قشر البصل. وهنجيب حبة جرجير. اللي عارف هيقول لي انا هعرف هعمل ايه، واللي مش عارف يقول ايه ده، ايه العك اللي بتعمله دوت. وهنجيب معلقة بن، معلقة واحدة. طبعا حطينا قشر الرمان وقشر البصل ومعلقة البن. وهنجيب مية معانا، حبة خل لتثبيت اللون. الخل ده يا جماعة بثبت بيه اللون. وبرده في الفيديو حطيت لون احمر. لون احمر ده طبيعي برضو، او لو عندك دم غزال عادي يعني. ده لون احمر زي ما انت شايفاه اهو. بس انا من غير ما اغليها ولا من غير ما احطها على البوتاجاز. زي ما انت شفت اللون معانا طلع ايه. وحيلا بقى لما هغليها، ولا حيلا بس لما هغليها هيطلع معانا اللون بقى عامل ازاي. وهنزودها واحنا حاطينها في الاول برضو خل، قلنا عشان يثبت وكده. وهقلبهم على بعض واسيبهم واحطهم ادي كده بقى. بصوا لما غليتها شوفوا اللون معايا طلع ازاي، هو غمق خالص. وصفيتها في بالمصفى. صفيتها اللون بقى. شوفوا اعمل علم في المعلقه يعني. شوفوا صبعي يعني بوريكم كمان اللون. علم في المعلقه وعلم في صبعي. ابتديت بقى ان اللون ده هيبقى قوي وهيثبت. ومعانا الحنه اسفه. معانا الحنه بتاعتنا بقى اللي زي ما انتم شايفين كده. صبغنا شعرنا باقل من 5 جنيه. ايه اللي بتروحي بقى بتعمليه في الكوافير بقى بمية ايه، ب300 وب400. احنا بقى عملناه ب5 جنيه. وعملتها والله على طول. انا بعملها على طول. يعني الحنة بصراحة منها بتغذي الشعر، ولو في قشرة في الشعر بتحوشها، وبتطول الشعر وبتمنع سقوط الشعر. الحنة بصراحة أحلى من الصبغات. يعني عن تجربة الصبغات معروفة من النوع اللي بتوقع الشعر. فأنا عجنتها أهي وبسيبها بقى حوالي إيه، ساعة ساعتين تخمر. ولو أمكن بحطها حبة في الشمس على أساس اللون يثبت في الحنة. واهي خلاص عجنتها. وبعد ما اعجنها خالص هسيبها ايه بقى ايه. زي ما قلت لكم في الاول كده هي بتبقى يابسه، مش بتبقى تخينه. لا يعني مش تبقى تخينه، بتبقى سلق يعني، مرقه كده هو. وزي ما انت كده اهو. فكل ما كنت عاوز ميه كنت بحط لها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك.